ايش قالوا لك في مصر في موضوع سفرك للكويت؟ سفر آمن. الراتب، العمل، قالوا لك ايه بالحق؟ زي الناس اللي عندنا. لا ما قلت 90، هناك يقولون دبل 100، ما قلت 90. لا 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 ما قلت 90، الكل يقول هناك 100. والله العظيم ما سمعت 100 دي خالص. كنت عندنا وجيت على كده وعارف ان انا وانما حكيت اقامته بتاعت انا وبروح امغار انام واقوم من امغار من النوم اركب الباص وانزل من الباص انام وانزل من الباص ده هي كده. طيب ايش اللي قالوا لك يا نوع من المميزات ليك يعني؟ يعني قال مثال يعني حتقول 90 يعني غيره. نظام الاجازات، نظام الطيخ، ايش هو؟ معروف الامن في الدنيا كلها ما عندوش اجازات خالص. لا بالكلام اللي قالوا لك اياه هناك مكاتب التوظيف اللي هناك. ما فيش مكتب توظيف. ها ايه اللي قال محمد عمك؟ ابن عمك؟ لا ولاد عمي مش ها طبعا. واحد براني؟ هم برا في العراق. لا اللي جابك هنا يعني هم نفسهم هم بالعراق يصدرك على الكويت؟ سواقين عربات كبيرة شحنات. ليه ما اشتغلت معاهم؟ ما سواق ما بحبش السواقة. او ما عندكش بتاع سواقة؟ الاثنين. اه وحتى لو معايا ما بحبش السواقة. ليه؟ خاف من ايه؟ يضربوك عراقيين؟ لا يضربوني ليه العراقيين؟ اه والجواسيس دول بتاع الشاحنات دول؟ لا ها؟ ناس مية. جواسيس يا ابني. بس زي ما احنا. بيخدموا الامريكان اهو. لا مش بدلهم اكل وشرب. من قلة الاكل. يا راجل بيخدموا الامريكان عملاء. انت لما تودي تساعد الامريكي ده بالاكل كده تعتبره ايه؟ ده اسمه الامداد اللوجستي معروف. الاكل ده بيروح منين؟ الامداد ده اللوجستي. عملاء. الاكل بيروح منين؟ هنا في الكويت. عملاء. انا ما مش دعوه مصر غلبان بيسوق شحنه ودي بس عميل هو. لا مش عميل. موافق هو اللي يودي يجيب. لا في حد ليه؟ مش عشان يشتغل. في حد حط سر على راسه قال له ودي؟ لا ولا بمزاجه؟ قبل ما تتكلم عليه اتكلم على الكويت اللي بيحملوا الشحن. لا الكويت انا بقول لك اهو عملاء معروفين الكويت هنا. مصر مغلوب على امره. مغلوب زي مغلوب على امره. عميل يا ابني. مسكين. ليه مسكين؟ الله ده بيودي الاكل لهناك مسكين. ليه ما يودي من هناك كده ويخش على العرايل يديهم؟ مزاجه هيجي هنا الكويت يطلب. ما يجيش يروح لك المقاومه هناك حاجه يعني. احنا بنحمد ربنا رب عندنا رئيس مش عند حد حامينا ولا بيدخلنا حرب ولا بتاع. تيجي انت خليه بالحرب. ايوه يا عم ما تحاربش. خليه بالحرب انتوا. مش خايفين من الحرب بس ليه؟ احنا كده بلدنا في امان وعايشين ماشيين في شوارعنا في امان لا خايفين العربيات تبقى متفجره في الشارع. بس بتشتغلوا عمل عادي. ما بشتغلش عمل. الله ده بسميه ده. لا مفيش حاجه اسمها خدام له بتعيش. عشان على اساس لقمة العيش. لا في حاجه تديني اكثر اشتغل لك. لا صح؟ مش اكثر اشتغل لك يعني تديني اكثر وتدوس على دماغي. لا والله. لا احنا زي ما احنا برضه. يا راجل احنا امريكا وهنا بيوصلوا الاكل. احنا مبسوطين. اولاد عمه قرايبه العميل ده المحلاوي. احنا جينا رحله. انا جيت بلد رحله. انا بقى الحيوان دلوقتي يا عميل يا ابن عم العملاء انت. احنا جينا رحله. يا ابن عم العملاء. بصير هيجي لك على رفع الاستاد. دواسيس. هنا على رفع الاستاد كنت شفت مواهب. دواسيس والله ما اعرفش شفت من الحلويات. انا مسوي بكره تاني ندوم معاك. ايش الموضوع؟ خلينا ندوم معاك بكره بقى عشان نكمل الحوار. هخليك تقعد من الصبح للساعة 5 تتكلم. دواسيس والله بانت عليكم. وانا بقول يا عم الاكل ده بيروح فين؟ صار انت بتبيع هناك توديه. لا بحنا والله. اللي يدفع اكثر. لا مش اللي يدفع. وضحت خلاص وضحت المسألة وضحت. اللي يدفع اكثر انت معاه والمثل القديم اتقال. الأرض من ذهب والحريم من لعب والرجال مع من غلب. لا الرجال معادي برضه. الرجال مع من غلب. اللي يدفع أكثر معاه. ألو أمن دولة. هلا. عليكم السلام. هلا. أضيع وقتي. أضيع وقتي. لا. صراحة أضيع وقتي. لا أنت متغرب. ماشي. أنت متغرب. وماله يا عم. لا يا عم.
وبقرب إذا وقتك. في حاجة بتقول الشدة تسلم عشان بتبين الراجل. ها؟ أي الشدة تسلم علشان بتبين الراجل. بس تسلم؟ كده الشدة تسلم. ده موضوع وده موضوع. لا ما هي دي برضه بين الراجل اللي فوق ولا الراجل اللي فوق.